يا الله. بخصوص الأخبار الغير مؤكدة والإشاعات والدعايات بأنه السوداني تنازل عن استحقاقه وأهدى مقاعده للمالكي، والمالكي راح يصير رئيس وزراء ويشكل الحكومة. طبعا صار يومين واليوم الثالث هذا. مثل ما تعرفون جمهور المالكي جمهور قبلي، جمهور قبلي وجمهور مستفيد، وجمهور قبل أغلب آبائهم كانوا بمواقع نصير بالحزب وغيرها، فهذول لقوا ضالتهم بالمالكي. جمهور بذيء، جمهور جبان، جمهور تافه، جمهور بذيء. طبعا يدخلون على صف. طبعا من نقول جمهور قبلي احتراما لعشائرنا وقبائلنا العراقية، أن نقصد القبلي بالقبائل اللي والعشائر والشيوخ الجدد اللي برزوا بعد ولاية المالك الأولى. هذول شيوخ وقبائل المسدسات والبندقية، الفضة والذهب والثريد، كنا هاك المالك اللي بالشارع شايل دشداشة زين إذا لابس الباس زين. هذول صار لهم يومين ثلاثة يدخلون صفحات الناشطين والمتظاهرين وقطاعات واسعة من الشعب العراقي المراضين على الوضعية والمعارضين، وتهديدات بالتعليقات وقريبا ورا الحويزة وصولة ونسحل ونسوي ونذبح وبطل وما بطل ونقعدكم وما أعرف شنو، تهديدات وبذاء أفشار. شوفوا، طبعا اكو نفر قليل شوية يحاول يدعي شوية هو مؤدب ويناقش بموضوعية، يكتب مثلا ليش خايفين منه، خلوه يصير. انت اللي تسوي روحك مؤدب من هذا الجمهور الرائع. اولا احنا ما نخاف من احد، والناس ما تخاف من احد، وهي المنظومة نفسها. عادل عبد المهدي كان محمي من جهات أجنبية وميليشيات مسلحة، وهذا هم نفس الشيء، والقبل نفس الشيء، وكلكم نفس الشيء، كلكم نفس الشيء. ترى حراك شعبي واحد ينفخون عليه يستقيل. تمام. فاحنا من نخاف من شنو؟ خلينا نترجم لكم شوية الخوف، خاف ما تفتهمون انتم. نخاف من شنو؟ هم الخايفين هسه. لا ساعة يجيهم انزال، لا ساعة ينمنع عنهم الدعم الشرعية اللي جابتهم للعراق، الاحتلال اللي جابهم. خليني اقول لكم احنا من شنو خايفين. من نور المالكي. خايفين من نور المالكي على مراقدنا. خايفين من نور المالكي سبايكر ثانية وثالثة ورابعة جزء. خايفين من نور المالكي